نێردەی نەتەوەی کتوەکانەکەین کە ئەمڕۆ هاتووەتە کەرکووک و تەشریفی هێناوە بۆ دیوانی پارێزگای کەرکووک. خۆشحاڵ بووین بە هاتنەکەی و بە نسبەتی ئێمە و ئیداری نوێی کەرکووکەوە هاتنەکەی بە سەردانێکی مێژوو تۆمار دەکەین. دیارە قسەکردن بۆ هەموو هەنگاوەکان لە پێناوێک ئامانجێک دەبێت لە کەرکووک کە پێکەوە ژیان و پێکەوە کارکردنی ڕاستەقینە لە کەرکووک بێتە دی. قسە بۆ جەنابیان بەجێڕی ئێمە بەجوورە قسەی خۆمان کرد الحديث لساعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالاعتذار لكم أنني لا أتقن اللغة الكردية، وأتمنى أن أكون أستطيع أن أتحدث بهذه اللغة العريقة. سأتحدث باللغة العربية. زيارتي هذه الأولى إلى هذه المدينة، مدينة التآخي كركوك، وسعدت بلقاء السيد المحافظ ورئيس المجلس وأعضاء المجلس، وكان لقاء مثمر. نحن في زيارتنا هذه جئنا لزيارة موظفي الأمم المتحدة، لأنني لم أحضر لزيارتهم من قبل في كركوك، وأيضا هناك فرقة نيبالية تعمل مع الأمم المتحدة، اليوم عندهم عيد، فجئت أيضا لإحياء هذه المناسبة مع هذه الفرقة. ولم تجد الأمم المتحدة في هذه المدينة، مدينة كركوك، إلا كل الاحترام والدعم. مدينة ما شاء الله كبيرة، وحين مررنا أنا والسيد المحافظ بجوار جامعة كركوك أبلغني أنه عدد الطلبة في جامعة كركوك والمنتسبين إليها يبلغ حوالي 35,000 شخص. هذا شيء عظيم ودليل على أنه مستقبل هذه المدينة في أيدي مثقفين ومتعلمين وقيادات جيدة. كما تعلمون، وهذا ما أبلغت فيه الإخوة السيد المحافظ وأعضاء المجلس الكرام ورئيس المجلس كذلك، أنه الشق السياسي من بعثة الأمم المتحدة سيقارب على الانتهاء إن شاء الله على نهاية هذا العام، بناء على رغبة حكومة العراق، ونحترم هذه الرغبة ونقدرها. لكن عمل الوكالات المتخصصة اليونيسيف والUNDP وغيرها، تقريبا 23 منظمة ستبقى في العراق، وعملها سيستمر بالتنسيق مع الحكومة في العراق. بالنسبة لبعض القضايا التي أثيرت اليوم من قبل رئيس المجلس وأعضاء المجلس بما فيها قضية المغيبون، نحن لا نستطيع إلا أن ننقلها إلى حكومة في بغداد. هذا ليس من صلب عملنا الأساسي، لكن ما نقول إلا جزاه الله خير لصبر الحكومة، أنهم يتقبلوا أننا ننقل لهم هذه المشاغل بناء على طلب المجلس وأعضائها. لكن أؤكد على أنه نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. هناك قاعدة أساسية وهي واردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتحدث عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ما يحتاجه العراق ويطلب العراق هو الذي نقوم فيه وننفذه، وما هو مطلوب منا ليس غير ذلك. فنحن نلتزم بهذا الاتفاق وبهذه الخطوط الواضحة والعريضة، ونقدرها ونحترمها. وإن شاء الله لن تجدوا من حكومتكم وحكوماتكم بإذن الله إلا كل حرص وإخلاص. شركائنا في هذه العملية حكومة محمد شياع السوداني شركاء نزيهين وحريصين على هذا الوطن بكل مناطقه وبكل مكوناته، ولم نسمع منهم إلا هذه الرسالة النبيلة الكريمة. فتوصيتي ونصيحتي لكم بأن تلتفوا حول قياداتكم وحول حكومتكم بما فيه الخير والصلاح لكل العراق، وهذا ما وددت أن أنقله لكم. حياكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.